كرة الحديد وسلكها المتعرج وقبضة أنثى، مثلث أحكمت أضلاعه فكان الواقع أوسع مساحة، وتدها دق ثباته أرضا، جسدها يجيد الالتفاف بدقة برفقة بساطة ما تمسكه، إفلاته من معصمها قد جعلها في مقدمة الطموح. مروى قيس إحدى لاعبات أسرة عروس الألعاب، زفت بلقب عراقي محطمة رقما قياسيا في رياضة رمي المطرقة ب46 مترا، إنجازها أكبر من سنها 14 ربيعا، سنة ونصف حصيلة وجودها الرياضي، شاقة بذلك طريق التتويج مزاحمة قريناتهن وهن يرن هذه اليافعة تلقي بمطرقتها بقوة كاسرة وجودهن على غير عادة، رقم جعل منها تمتطي صهوة المشاركات الخارجية بدعم اتحادي بحت، المقابل منافسة خارج حدود البلد. مارست كثير من اللعبات، ركض، قفز، بعدين رحت على الرمي. بالبداية كنت لاعبة رمي قرص، وراها تطورت وشافوا انه اقدر اصير بالمطرقة، اخذني مدربي تعب علي وهواي ساندني، اكثر شيء ساندني المدرب عباس جبار، تعب علي وخلاني اتمرن بمطرقة، وتواصلنا انا وياه بالتمرين الحمد لله والشكر. وهسه اني البطولة اللي فاتت احرزت رقم عراقي 46 متر، هذا الرقم اهلني انه السنة الجاي عندنا بطولات آسيوية وبطولات عربية إن شاء الله، هذا الرقم يقدر يأهلني إنه أشارك بيهم. ردود الأفعال السلبية التي ترافق حواء وهي تمارس رياضات تميل أغلبها للذكور، هذه العبارات لم تقلل من عزيمة مروى من شيء، أجواؤها العائلية لها النسبة الأكبر لدعمها بما تقوم به، خطواتها أصبحت أكثر عنادا من ذي قبل، ميرانها المستمر سر نجاحها، نظرات تعرف لغة الطموح وهي تدون ما سيجعلها تنقش اسمها في عالم مزدحم من الألعاب. حاليا يعني ما واجهت أي ردود أفعال، لأنه عائلتي عائلة رياضية، عائلة إعلامية، ما واجهت أي صعوبة بهذا الشيء، خاصة من خلال عائلتي، هم شجعوني على هذا الشيء، هم شجعوني على الرياضة، على التمرين، وحبيت المكان، حبيت المدرب. الرياضة أنا أنصح البنات إنه يمارسون الرياضة، حياتكم ما مقتصرة فقط على الدراسة، ما مقتصرة فقط على إنه تعيشوا خلاص. ممكن البنية تنجز في الشيء الولد ما يقدر ينجزه، ممكن توصل لمرحلة من عائلته أبوها يفتخر بها أكثر ما يفتخر بأخوها، توصل كل شيء تقدر تسوي، وأكيد الطموح يلعب دور بهذا الشيء. رفقتنا لها منذ بداية الميران وحتى وصولها إلى معشوقتها المطرقة، علمنا أن التفرد بالإنجاز يحمل بواطن شاقة وقاسية تحتم عليك اجتيازها لتشرب كأس الانتصار، فلم نقل لها وداعا، بل رحلنا ونحن تاركين في داخلها شعور الشهرة بتسليط العدسة صوبها. أحمد رحيم، قناة بلاد الفضائية، بغداد.